آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، كيف قصته يا أبو عبد العزيز من خلال الأحاديث النبوية؟ الله، هذا آخر رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن سمع عن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة قال يا ليتني ذلك الرجل. سبحان عمر الله رضي الله عنه. الله يرحمنا برحمته. فهذا الرجل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار حبوا. الله أكبر. يخرج من النار حبوا ويلتفت إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. يا الله. ثم ينظر وإذا بتلك الشجرة فيها ظل وفيها ماء. الشجرة هذه قبل الجنة؟ إيه، ما بين النار وبين الجنة. طيب. فيطلب الله جل وعلا أن يجلس تحت تلك الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها. تخيلوا معي من تعب النار ومن ذلك الجحيم. تمام. والآن يكون تحت تلك الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها، يعني يرتاح. فيجلس مدة من الزمن بعدما أن يعاهد الله أنه ما يطلب غيرها. جميل. طبعا هذا الرجل منه كثير، يعني مو ولا هو الرجل الأخير ذا؟ هذا اللي ذكر يعني في الحديث، آخر رجل ذا. أصلا آخر واحد يدخل الجنة ذكر هذا في الحديث. سبحان الله. فالعجيب أنه فيقول فيعاهد الله أنه ما يسأل بعدها، فيجلس مدة من الزمن ولكن الأنفس تتوق، وإذا بشجرة أكبر من الأولى ظلا وماء، فيطلب الله جل وعلا فيقول يا رب يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك بعدها. خلاص ما عاد وهو عاهد الله أنه ما عاد يسأله بعدها شيء. خلاص ما عاد يسأل. ويوم شاف الشجرة الثانية إيه والله أعلم بحاله، الله يعلم يعني أن النفس تتوق. فأمره الله جل وعلا الآن أن ينطلق إلى الشجرة الثانية ويجلس فيها مدة من الزمن. فجلس مدة من الزمن وبدأت الآن نفسه تتوق إلى الشجرة الثالثة، أكبر ظل وأكثر ماء. فبدأ ابن آدم حتى بالآخرة طماع. الآن الجنة، والطمع في الجنة شيء جميل، يعني إذا ما طمعنا بالجنة وش نطمع فيه؟ له الآن أن يطمع لأنها الآن الجنة النهاية خلاص. فيوم أن جلس بعد ما يعني سأل الله جل وعلا أن ينطلق إلى الثالثة، فقال الله جل وعلا بعدما أن سأل الله قال ألم تسألني وتعهدني عهد أنك ما تسألني بعدها؟ قال يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك بعدها. فأمره الله جل وعلا أن ينطلق إلى الشجرة الثالثة، ولكن الشجرة الثالثة قريبة من باب الجنة. طبعا وصل الشجرة الثالثة. أي نعم. حلو. فيسمع الآن أصوات أهل الجنة. تخيل معي أنك الآن جالس في شجرة وجالس في مكان فتسمع أصوات الجنة. يا الله. أهل الجنة مشغولين في الجنة وأصوات الجنة. هذا وش يدل عليه؟ يدل أن أهل الجنة في شغل، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. مشغولين أهل الجنة نعيم وخير. فبدأت تتوق النفس الآن خلاص، فبدأ يسأل الله جل وعلا يا رب يا رب. فيقول الله ماذا تريد أعد؟ قال ربي أدخلني الجنة. خلاص المرة عدني بندخل. الله أكبر الله أكبر. فالله جل وعلا أعلم بحاله فيأمره الله جل وعلا ادخل الجنة ولك 10 أضعاف ملك أغنى رجل في الدنيا. يا الله. لك 10 أضعاف. طيب الجنة أبو عبد العزيز. إيه نعم. وش فيها الجنة؟ يعني الوصف اللي جاء في الجنة. وصف النبي صلى الله عليه عفوا أخونا نواف بعد ما أمر الله جل وعلا، يعني يوم قال له لك 10 أضعاف، يعني حتى أنه قال يعني من شدة الفرح قال أتسخر مني وأنت رب العالمين. الله جل لأنه من شدة الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني من كلامه، لأن الله جل وعلا أعطاه شيء يعني شيء لم يخطر في باله. هو الآن خارج من النار، أن تقول الجنة وش فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة وأنهار الجنة ونعيم الجنة ونساء الجنة وولدان الجنة وكل ما في الجنة. بالنهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تدري وش اللي في الجنة؟ اللي أعظم من ذلك أنه ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة بصوت يعني مرتفع. الموعد جميع من في الجنة يسمع. نعم يسمع.
الصحابة كل والأنبياء الذين كلهم. كل الذين في يا الجنة. الله. يا أهل الجنة، وش الطلب؟ إلى الوادي الأفيح. طيب وش سالفة الوادي الأفيح هذا؟ هلموا إلى لقاء الله. الآن بتشوفون الله. يلا إلى الوادي الأفيح. الله يرزقنا فتخيل الله معي، عز وجل. تخيل معي أنا وأنت وكل من يسمع، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آمين. تخيل أنهم ينطلقون إلى الوادي الأفيح، فيقفون في ذلك الوادي، فيتجلى الله جل وعلا سبحان بتجلي يليق بجلاله، سبحان فيكشف الله الحجب. الله أكبر. فتخيل الآن أنك تنظر، الآن تشاهد من؟ رب السماوات والأرض، الواحد الله الأحد، يرزقنا رؤيته الله جل وعلا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سوف ترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون، يعني ما تزاحمون. فيكشف، فتنظر إلى الله جل وعلا. مهما بلغ الإنسان من نعيم الدنيا لابد أنه يذكر أن هذا مهو بمقره، والله يستمتع في الدنيا الله أكبر، ويأخذ حقه من الدنيا، الله. بس أنه ما يغفل عن موضوع الآخرة، يعني يجتنب المحرمات ويكون حول المباحات والطاعات، لأن الله عز وجل خلقنا لغاية. الله أكبر. يعني ما جينا لهالدنيا، هذه دار ممر، يعني الواحد بس جاي هنا مؤقت ويطلع. أخوي نواف، ترى بعض الناس دخل الجنة وهو في الدنيا. الله أكبر. شلون؟ اي هذا الكلام. أنا أقول لك شلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر: يا أبا بكر، أنت أول رجل من أمتي يدخل الجنة. عمر بن الخطاب في الجنة. ليش؟ علي بن أبي طالب في الجنة. ليش قال لأبو بكر كذا؟ أبو بكر لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معلومة عن أبو بكر، وأبو بكر صدق مع الله جل وعلا. في معلومة عن أبو بكر إيه، عبد العزيز. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم. شوفوا العمل الصالح اللي عند أبو بكر، اللي هو أبو بكر. إيه، شوف اللي كيف سبق الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة وللناس: ما سبقكم أبو بكر لا بكثرة صيام الله أكبر ولا بكثرة قيام، يس. لكن بإيش؟ في شيء وين وقر؟ وقر في قلبه، في الإيمان. إيمان صادق بالله عز وجل، الله، وبالآخرة وبالجنة والأنبياء، وأن الدنيا هذه دار ممر وليست دار مقر. هنا قناعة، في قناعة داخلية في قلب أبو بكر. هذا اللي خلى أبو بكر يكون من خير من وطع على هذه الأرض بعد من؟ بعد الأنبياء. شوف الفضل، ما في صيام كثير بس في قناعة وفي صدق مع الله عز وجل. خلاص الله يوفقك. أبو بكر وعمر وعثمان. أختم ختاما في قصة لخديجة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع جبريل عليه السلام، وجبريل قد تصور في صورة صحابي، وأتوقع أنه دحية الكلبي رضي الله عنه. فيوم أن أقبلت خديجة قال جبريل: يا محمد، إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة. الله أكبر. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم. شوف يوم أتت خديجة قال: إن الله يقرئك السلام. قالت: الله أيوة ذكرني باسمي. يا الله. يعني فعلا كيف أن الله جل وعلا يقرئك السلام، يعني الله يقول لك ترى الله والله إذا أقرأ الإنسان السلام، الله إذا أقرأ الإنسان السلام أدخلها الجنة. الله ذكرني باسمي. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنة النعيم. آمين آمين آمين.